السلام على الجميع. اليوم حبيت نشارك معكم اعزائي النوع ديال التحميره اللي كنستعملها في المطبخ ديالي، طبيعيه وكتحضر غير في الدار بلا عذاب بلا تماره، وعرفنا شنو كناكلو، زوينه بزاف وصحيه ما كتاخذش منا وقت كبير. فكيف العاده الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وتعليق زوين اللي كيفرحني من القلب، وكنشكركم بزاف عليها. واذا كانت اول مشاهده لكم للصفحه فالف الف مرحبا بكم. نبداو على بركه الله. اولا كناخذ الفلفله اليابسه او الفلفله الحمراء اللي كتكون حلوه ماشي اللي كتكون حاره، كناخذها كنمسحها مزيان من الغبره اللي كتكون فيها من الفوق. صافي بشويه عليا تنمسحها كامله. كناخذها من بعد ما كنمسحها عفوا كناخذها وكنحيد ليها الزريعه اللي كتكون من الداخل ديالها بحال هذه الطريقه اللي كتشوفوا. المهم كنديرها بالشمس من بعد ما كنساليها، او كنديرها في لاطا وكندخلها للفران اللي سخنته مزيان وطفيت عليه، غير باش تحيد ليا ديك الرطوبه اللي كتكون فيها. من بعد ما كنخرجها صافي كتجي مقرمشه بحال هذا الشكل. اللي ما عندهاش طحانه كتاخذها كدير ليها معلقه ديال الزيت النباتيه او زيت الزيتون. صافي من بعد كديروها في واحد البلاستيكه وكديرها عند العطار عند من تقديتي هاد الفلفله هادي وكيطحنها لك. صافي انا هنا استعملت طحانه صغيره متوفره عندي، كنطحنها بحال هذه الطريقه اللي كتشوفوا. كنزيد ليها شويه ديال زيت الزيتون او زيت نباتيه تقريبا معلقه. الطريقه ديالها سهله بزاف، عمركم ما غادي تستغناو عليها، كتجي زوينه وصحيه. عرفتي شنو كليتي. وبهذا الزيت هذا كتاخذ هذا اللون هذا الغامق وحسن من ديال السوق. طريقه رائعه وكنقدوها غير في دارنا. المهم ما عليا نقول لكم غير بالصحه والراحه ومع السلامه.